محتاره تعملي غدا ايه ومش عايزه تقفي في المطبخ كتير، الجو حر، عايزه اكله كده منجزه معاكي وتاخدش وقت معاكي كتير وفي نفس الوقت تكون طعمها حلو ومفيده لاولادنا، ومش عايزه تشتري اكل من بره، يبقى هي الوصفه بتاعتنا النهارده مختصره ومش تاخد وقت كتير وطعمها لذيذ ومفيده قوي للولاد. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هستخدم صدر فرخه هقطعه مكعبات. انت ممكن تستخدمي حسب عدد افراد اسرتك، ممكن تستخدمي اقل او ازيد. هقطعها مكعبات متوسطه الحجم وهغسلها كويس. انت لو شارياه لسه فريش ممكن تخلي الراجل يقطعهولك او تحطيه في الفريزر ربع ساعه عشان يسهل معاكي عمليه التقطيع. انا غسلته للمره التانية. هجيب بقى الطاسه بتاعتي هنزل عليها باربع خمس معالق زيت واسيبهم لما يسخنوا قوي. هبدا انزل عليهم بالفراخ اديهم صدمه كده من ناحيتين. هنزل برشه فلفل اسمر وشويه ملح هبهرهم. اول ما الفراخ تاخد معاكي اللون الجولد هبدا ان انا اطلعها، وفي نفس الطاسه هنزل ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات. يا دوبك بس البصلايه معايا تدبل هنزل عليهم. انا كان عندي خضار متفرز بزله وجزر، هنزلهم زي ما هما بالتلج بتاعهم على طول. هسيبهم برضو يتشوحوا كده مع البصل. اول ما الخضار بتاعي كده يتشوح هنزل عليهم بمعلقه كبيره كركم، مكعب مرق اختياري، فلفل اسمر. اخر حاجه معايا في التوابل معلقه كبيره بابريكا، ممكن تستخدميها مدخنه او عاديه اللي متاح عندك، ما تصعبيش حاجه على نفسك. هقلب بقى التوابل بتاعتي دي كلها عليهم بنص كيلو رز بسمتي انا غسلته ونقعته سبته بتاع نص ساعه في الميه. هشوحه بقى كويس كده، هغلفه كده بالخضار بتاعي وبالماده الدهنيه بتاعتي. لما اتاكد بقى ان الرز بتاعي اتغلف كويس هنزل عليه بالفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض. هغلفهم برضو كلهم مع بعض. هنزل بقى بكميه الميه المناسبه لتغطيه الرز بتاعي. هظبط بقى الملح بتاعي. هسيبهم على نار عاليه. اول ما ياخد كده اول غلوه ههديله النار واسيبه يستوي على نار هاديه. طعمه حلو قوي. كده ان الرز بتاعي استوى والفراخ بتاعتي استوت والخضار كمان استوى. هجيب بقى صينيه اللي انا هقدم فيها. زي ما انت شايفه الرز كده ما شاء الله مفلفل ولونه حلو، وعملتي وجبه غدا حلوه لاولادك مش مكلفه وما وقفتيش كتير في المطبخ. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو تنسينيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.